امتحان ريرا مش بس معلومات، ده اختبار جدية. لو قلت لك ان في امتحان بس مش امتحان معلومات، ده امتحان بيحدد انت جاي السوق العقاري تهزر وتلعب ولا داخل تبني شخصيتك جواه طوبة طوبة، يبقى اكيد انا بتكلم عن امتحان الريرا. اول سؤال اي مبتدئ بيسأله، هو انا لازم ادخل الامتحان؟ يعني ايه بيحصل لو ما دخلتش؟ الاجابة لازم. ولو عايز تشتغل وسيط محترف في دبي، ده اول باب بيفرز السوق. عايز اقولك في الدورة اللي هتحصل عليها هتعمل معارف وعلاقات، هتبقى قريب من المدربين اللي بيدرسولك، فبالتالي هتبقى خطوة مهمة انك تتعرف اكتر على السوق. وممكن جدا تدخل وانت عارف كل المعلومات اللي هتتقالك لو انت شغال من بدري في السوق، بس بتكسب منه العلاقات والكوميونتي اللي انت بتدخل جواه. الامتحان ده بيجي بعد ما تحضر دورة تدريبية من معهد معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري اللي هي ريرا، وفي العادي بتبقى الدورة مدتها 4 ايام. بس قيمتها مش في المدة، قيمتها في المحتوى اللي بيأسسك كمحترف مش كبياع. الموضوعات الأساسية اللي بتغطى في الدورة هي قانون الملكية العقارية في دبي، الفرق بين التملك الحر والتملك المؤقت أو الفري هولد والليز هولد، حقوق المستثمر، إجراءات البيع والإيجار والتسجيل، واجبات الوسيط العقاري وسلوكياته، عقود البيع الموحدة اللي هي فورم A و B و F، وإيه هو دور الدي ال دي وريرا في إن السوق يبقى منظم. وبعد ما تخلص الكورس بتمتحن إلكترونيا 30 سؤال اختياري في ساعة، نسبة النجاح المطلوبة 85%. طيب لو عديت بتاخد شهادة رسمية وبيصدر ليك البروكر اي دي، وبتبدأ أول خطوة حقيقية في شغل الوساطة العقارية. بس خليني أقول لك الحقيقة، اللي بينجح في الامتحان مش دايما هو اللي حفظ المعلومات بس، اللي بينجح هو اللي فهم ان العقار في دبي مش لعبة. ليه؟ لأن السوق ده مربوط بقوانين وأموال واستثمارات بالملايين، وأي غلطة مش بتكلفك بس عمولة، دي بتكلفك اسمك. وعشان كده ريرا ما بتحطش الامتحان ده عشان تعقدك، هي بتحطه عشان تعرف انت جاي تبني الثقة في السوق ولا جاي تجرب وخلاص. وده الفرق بين وسيط بيشتغل صفقتين ويمشي، ووسيط بيبني كارير ويستثمر ويبقى اسم. في الحلقة اللي جاية هندخل في سؤال بيحير كتير من الناس، ايه الفرق بين الوسيط، البروكر، المستشار العقاري؟ وهل الألقاب دي مجرد فرق في الاسم ولا فرق في القيمة والمعلومة؟ تابع السلسلة، لأنك كل ما هتغوص أعمق كل ما هتطلع أعلى.